انا النهارده في مدينه ما كنتش عارفه اسمها حتى من اقل من سنه. مش بقلل منها لا سمح الله، بالعكس انا بقلل من جهلي انا، لانها مدينه تجنن بصراحه. روحها حلوه وصاحيه وحيه. انا بتكلم عن باكو، عاصمة أذربيجان. مزيكا في كل حتة، شجر وورود وطبيعة، ميكس هايل بين القديم والجديد، والأهم من ده كله إن ناسها طيبة وبشوشين كده على طول. الفيديو ده هوريكوا كل اللي عارفاه وعرفته عن باكو. ولكن قبل ما ابدا خليني اقول لكم على حاجه مهمه جدا لسه مكتشفاها قريب، الا وهي الاي-سيم، الشريحه الالكترونيه. يعني شريحه بتشتروها اونلاين وبتختاروا الباكج وتشغلوها قبل حتى ما تسافروا، بحيث اول لما بتوصلوا المدينه اللي رايحينها بيبقى معاكم نت قبل ما الطياره تهبط. ودي اول مره بالنسبه لي اسافر مكان وما نعاش هم ان انا اقف في طابور بقى بعد كل رحله السفر الشاقه دي، اقعد اشتري سيم كارد او اقرر ما اشتريش عشان انا رحمه، في الاخر اتسوح من المطار للمكان اللي انا هقعد فيه. الشريحه الالكترونيه دي كانت هديه من اولا فلاي، بعتوها لي عشان اجربها واشارك معاكم تجربتي، وبصراحه تجربه لذيذه جدا لحد دلوقتي. بعتوها لي على الايميل بكيو ار كود، يا دوب بعمل سكان للكيو ار كود وبتشتغل على طول. كانت في اقل من دقيقتين، وقبل ما الطياره تهبط بيا في باكو كان معايا نت. الشبكه كانت كويسه جدا. ده بالمناسبه رابع يوم ليا في باكو. انا قلت ااجل شويه الفيديو ده عشان اجربها واتاكد ان هي شغاله تمام. بقدر اتابع استخدامي ليها على الابلكيشن بتاعهم او الويب سايت. الشبكه قويه جدا والنت سريع عادي، بشغل بيه خرايط، فويس كولز، كل حاجه شغاله تمام. والاهم بقى من ده كله ان هم عندهم كاستمر سيرفيس 24 ساعه في اليوم. ولكن حصل عطل على فكره في نص اليوم، اول يوم خالص، وما كانتش شغاله خالص معايا. كلمتهم على طول على واتساب، ردوا عليا في ثانيتها وقالوا لي اعمل ايه واشتغلت تمام. فلو عندكم رحله سفر قريب، سياحه، حج، عمره، مؤتمر، اي حاجه، تقدروا ان انتوا تجربوا. استخدموا البرومو كود تحت في الوصف عشان تستفيدوا بخصم. باكو واذربيجان بجد بجد البلد سحرتني بصراحه. ما كنتش مخططه ان انا اقعد فيها مده طويله المدينه، لان انا يوجولي بحب الطبيعه زي ما انتم عارفين وبهرب من المدن. ولكن قررت ان انا اقعد فيها ال10 ايام السفاره اللي تهمني، وبصراحه كان نفسي اقعد اكتر. وبصراحه برضو حاسه ان انا ممكن اعيش هنا يعني لفتره. طيب ده اول مكان اوصل له في باكو أذربيجان. المفروض ده شارع اسمه نظام ستريت. ده من أكتر الشوارع يعني أشهرها وكبيرة وقديمة. وبستكشف بقى، نشوف كده. بتفكرني باسطنبول قوي. هي كلها يعني بصراحة أذربيجان تحس إن هي ميكس سوفار يعني ما بين روسيا وتركيا جدا. احنا كده في الكورنيش، يعتبر البحر، او اللي هي جليل بيقول ان هي مش بحر، هي تكنيكلي بحيره بس عشان كبيره قوي وبيسموها بحر في الكاسبيان سي. في برضو كريستال ايلاند هناك. هنروح بقى كل الحاجات دي.
ضايق عليا ولا شكلي غريب؟ قبل ما اوصل على اذربيجان كل اللي انا عارفاه عنها كان عملتها، ان هي اسمها منات وبيتكلموا اذربيجاني، وده يعتبر ميكس كده ما بين التركي والروسي. وهي اصلا ميكس ما بين الاثنين شويه، وكانت اي ثينك تابعه للاتحاد السوفيتي غالبا، وفي حرب ما بينها وبين ارمينيا، لانه لحد دلوقتي ما ينفعش ان احنا نروح اذربيجان لو رحنا ارمينيا قبلها، ولسه واخدين استقلالهم او عاملين معاهده سلام قريب قوي. ممكن المعلومات دي كلها تكون غلط ولكن ده اللي انا عارفاه عنها سو فار. خلينا بقى نستكشف سويا الحقائق. قديم جديد. انا لسه اول مره اسحب فلوس، سحبت 100 منات عشان اجرب كده هياخدوا قد ايه على الكارت المصري. اخدوا مني 80 جنيه بالظبط. الجزء القديم من المدينه بيفكرني بروسيا قوي، سانت بطرسبرغ. لو شفتوا الفيديو هتلاقوا، او رحتوا يعني المدينه، هتلاقوا المباني شبه كده قوي. هبدأ يومي بفطار في بيت السميت هاوس. ده كنت فاكراه أذربيجاني بس طلع تركي. أنا زي ما قلت لكم إنه في ميكس رهيب ما بين الاتنين، فيعتبر قريبين قوي من بعض، هتلاقيهم في كل حتة أكل تركي وروسي برضو، فمنتظرة الأكل. لو شفتوا الفيديو بتاع جولة أكل في شوارع تركيا هتلاقوني إن أنا كنت بقول إنه مش بالنسبة لي بصراحة الأكل مميز قوي على قد الفطار. المخبوزات، البراك، لا حاجة تانية. فدي أول مرة آكل أكل تركي من ساعة ما كنت هناك من حوالي 2 أو 3. بتدوب في البق والله، دي حاجة تانية. لا أنا هقفل الكاميرا لو سمحتوا، هستمتع. وصلت متحف السجاجيد. بس هو اصلا المتحف نفسه معمول اكنه سجاده ملفوفه، ولكن بقى الخبر بقى اللي معلش انا ام سو سوري ان انا مش هدخل المتحف، مش مهتمه قوي بصراحه، وعندي حاجات كتيره تانية عايزه اروح المدينه القديمه اكتر من ان انا ادخل متحف. طبعا تعدية الشارع هنا بنظام، ومعظم الاماكن بتبقى محتاجين ننزل كوبري اسمه ايه، انا بدات اجوع والكلام بيروح مني، نفق. مزيكا فوق الارض وتحت الارض وعلى البحر، والله مدينه جميله. رحت كمان بقى، واللي كانت اكتر بجد مكان حبيته، المدينة القديمة، وفعلا حسيت ان انا رجعت بالزمن لورا يعني. زي القلعة كده، بس بقى مدينة كاملة فيها مباني، والناس لسه عايشة لحد دلوقتي هناك، وده حسسني باحساس كويس. ما كانش مكان سياحي يعني اللي هو كله سياح وبازارات وخلاص، لا كان اكشلي الناس عايشه هناك، وفي مطاعم وبارات وكافيهات ومش عارف ايه، وسفاره ايطاليا هناك. اللي ورايا ده ريست بوينت، طبعا مش كلها كامله دلوقتي، المدينه الجديده اتبنت عليها. ريست بوينت بتاعت الناس التجار اللي كانوا بيسافروا في طريق السيلك رود زمان، طريق الحرير، المكان اللي كانوا بيستريحوا فيه في الطريق هنا في باكو. يلا
تعالوا نستكشف. رحلة المليون خطوة تبدأ بخطوة. كده أنا فوق برج ميدان تاور، شايفين الفيو كله بتاع المدينة 360 داير داير. المفروض التيكت ب 11 منع، بس عشان أنا طالبة أخدتها ب6. وهل هو worth it؟ مش حاسة قوي بصراحة. في أماكن أعلى يمكن ممكن تشربوا فيها كوفي ولا تاكلوا فيها او كده، بس يعني عشان حاجه تاريخيه يعني. بس بصراحه ما انصحش بيها او عادي يعني. هو احلى من بره. بعدها بقى طلعت من المدينة ورحت على جبل النار. جبل النار ده هو حرفيا جبل مشتعل فيه نار من 4000 سنة. حاجة بصراحة ما كنتش متخيلة أصلا إن هي موجودة. يعني إيه ده؟ يعني إيه نار مشتعلة؟ وأنا أصلا نفسي شخصيا كنت بطير من الرياح والنار لسه مشتعل عادي جدا. المكان كبير قوي، تقدروا انتوا تعملوا فيه هايكنج وتستكشفوا فيه شوية، بس أنا بصراحة ما عملتش كده عشان كنت لسه هروح مشوار لحد المود فولكانوز. يعتبر دي أول مرة أبقى في مكان كده لوحدي فعلا، طبيعة. أنا كنت لوحدي في كل المكان، كل الجبال اللي حواليا والجو كان جميل، وفي وقعت في حب الجبل اللي كان قدامي ده بصراحة. أول مرة أركز كده في ميوله الطبيعية دي والصخور، الزرع، اختلاف الطبيعة عامة اللي قدامي. كانت جميلة قوي، جميلة قوي. قعدت شوية وهايكت شوية وكسرت خوفي شوية. كنت خايفة ان انا اقابل تعبان ولا عقرب ولا حاجة، ولكن مفيش حاجة حصلت الحمد لله. وطبعا بقى البراكين، يعني ايه اصلا؟ ايه ده؟ انتوا كل ما بتمشوا بتلاقوا عين كده بركانية، وبسبب الغازات بتعمل البابلز دي. يعني كانت حاجة بجد يعني ايه ده؟ تحفة تحفة. وبعد ما خلصت بدأت بقى اكتشف او اتساءل هروح ازاي، لان المكان حوالي 60 كيلو او حاجة و40 كيلو بره المدينة، وعلى طريق زي ما انتوا شايفين كده. فبدأت اسأل، هو كان في عمال بناء قريبين شوية من المكان، فرحت سألتهم قلت بقى اكيد هم هيخلصوا ويروحوا على المدينة. طلعوا بقى بيناموا هناك، محدش بيتكلم انجلش. فبدات اسال بقى بلغه الاشاره. واحد كتر خيره اللي فهمته ان هو يقول لي استني حد هيجي. قلت له لا انا همشي، ولما العربيه تيجي هو طريق واحد هشوفها واقعد اوقف. واحد كتر خيره بساله لو في مكان لباكو. عمل لي شاي وقاعد جميل قوي. نيم رحمه. ايوه هاجي نايس تو ميت يو. الراجل اللي شربني شاي جه بعربيه يعني، فكتر خيرهم والله. بس مش عارفه انا مش عارفه اتواصل معاهم، فمش عارفه هو ايه اللي بيحصل. نزلوني بقى عند الباص ستيشن اهو، في مدينه كده ساحليه عند ده الجبل اللي انا كنت عايزه اعمل له هايك. كنت همشي له 7 ساعات.
خدت بقى بريك عشان اكل، جعانه قوي. المطاعم هنا يا جماعه كلها او مش كلها يعني كتير منها بالشكل ده، مغاره علي بابا. هنية جميلة جدا بجد، وكانت ب 14 منات، يعني حوالي 8 دولار مثلا. ورحت بقى استكشفت النايت لايف كمان بتاعت باكو. حضرت الاول لايف ميوزك، كان اكتر من مكان يعني. Birimiz Allah'ın o deniz gözlerinden alamam gözlerim. الإقامة بقى بتاعتي قعدت أول يوم مع جليل كاوتش سيرفينج، ده يمكن أكتر حد عنده ريفرنسز على الأب أو البلاتفورم. وبعدين سبته عشان أنا بصراحة زي ما قلت لكم إن أنا، أو زي ما قلت لكم على انستجرام، إن الرحلة دي كانت بانتنشن علاجي واستكشافي لنفسي عامة. فحابة إن أنا أقعد مع نفسي أكتر وأواجه بقى الوحدة وأواجه المشاعر الغير محببة أو غير مرحة، عياط بقى وأنجر ووحدة زي ما قلت لكم، حاجات كتيرة قوي. فقلت له يعني very very nice meeting you، بس أنا هقعد بقى مع نفسي. فرحت على هوستل اسمه هوستيلو هوستل، كانت برضو الناس لذيذة فيه. الحمد لله ما كانش ناس كتير بتتكلم انجلش اصلا، فكانوا سايبيني في حالي. وكانت كولابوريشن، يعني قعدت كام يوم ببلاش عندهم. وبعدين جيت هنا الاوتيل ده اسمه جولدن هورن اوتيل. كده اكون خلصت رحلتي، طيارتي بكره اقول لكم جورجيا. كنت عايزه اروحها بالباص، بس كالعاده على حظي كل مره ببقى عايزه اروح اسافر بري تبقى الحدود مقفوله. لسه مقفوله لحد دلوقتي من ساعه كوفيد، فمش عارفه هتفتح امتى. الرحله لحد دلوقتي كلفتني بس $360، ولكن يعني بالطيران بس، عشان زي ما قلت لكم الاقامه بصراحه كلها كانت مدفوعه. كان في برضو رحله بره المدينه خالص بقى، رحت جبله شماخي، هنزله بقى في الفيديو الجاي. برضو دي كانت كولابوريشن مع ايجنسي اسمها أذربيجان ترافل انترناشونال. كانت تور لذيذه. فيعني لو ما كنتش الحاجات دي كانت كولابوريشنز كان ممكن مثلا توصل ل $500. فاسالوني تحت في الكومنتات لو عندكم اي اسئله عن أذربيجان، واشوفكم في المغامرات الجايه. باي باي.